الا كنتي كتشوف الماتش ديال المغرب ضد هايتي وكتقول هذا اسهل ماتش في المجموعه، راه ممكن تكون كطيح في واحد الغلط كبير، حيت هايتي ماشي منتخب جا غير يكمل العدد، عندهم اسلوب يقدر يخلق مشاكل اي فريق. كيفاش بلا؟ هايتي صحيح ما عندهاش نفس الاسماء ديال البرازيل ولا المنتخبات الكبيره، ولكن عندهم واحد الحاجه مهمه بزاف، السرعه والقتاليه. هذا المنتخب كيعتمد بزاف على القوه البدنيه وعلى لاعبين قادرين يبدلوا الاتجاه ديال الماتش في ثواني، يعني ممكن تخليهم يدافعوا في اغلب الوقت، ولكن تعطيهم غير فرصه واحده يقدروا يخرجوا بهجمه خطيره. المشكل الاكبر مع هايتي هو التحولات السريعه، يعني ملي كيقطعوا الكره كيقلبوا مباشره على المساحات الفارغه، حيت السرعه ديال الاجنحه ديالهم تقدر دير صداع. يعني المغرب خاصو يكون راد البال. الهجوم مهم ولكن الرجوع والتنظيم اهم. دفاعيا متوقع نشوفوا هايتي ترجع بزاف للور، غادي يحاولوا يسدوا المساحات، يديروا كثافه كبيره قدام المرمى ويخليو المغرب هو اللي يستولى على الكره. وهنا كاين الاختبار الحقيقي، واش المغرب يقدر يلقى الحل ضد فريق ما باغيش يهاجم؟ المفتاح ما غاديش يكون في الكرات الطويله ولا اللعب الفردي، الحل هو نفس السلاح اللي كيتميز به المنتخب المغربي، التمريرات القصيره والتبديل ديال المراكز. خاص اللاعبين يحركوا الدفاع ديال هايتي حتى يلقاو الفراغ. انا كنشوف 20 دقيقه هما اللي غادي يحسموا الماتش. الا سجل المغرب بكري الماتش غادي يتحول وهايتي غادي تضطر باش تخرج، ولكن الا بقات 0-0 غادي تولي مباراه ديال الصبر والتركيز. المونديال ما فيهاش ماتش سهل وكل نقطه عندها قيمه. شنو التوقعات ديالكم؟ واش المغرب غادي يحسمها بسهوله ولا هايتي غادي تصعبها؟ خليو لي الاراء ديالكم في لي كومونتير، وما تنساوش ديروا فولو باش يوصلكم ديما البلان.